فيما بعد، أي زيجة بين رجل الدين ورجل السياسة، أنت تحافظ علي وأنا أدعمك. هذه الزيجة. بادر محمد بن عبد الوهاب بعد عمليات مشهورة جدا في القتل وفي التخريب وفي التدمير وفي قتل غيره، معروفة هذه على ما وجد في نجد الحجاز في تلك الفترة. بادر بإرسال رسالة إلى علماء تونس وشيوخ تونس الزيتونة، طلب منهم أن يلتحقوا بدعوته، وكان رد التونسي ردا مبهرا عندما ردوا عليه بالرفض. أي تلك الرسالة الوهابية لعلماء ومشايخ الزيتونة ردوا عليها بالرفض، وهي موجودة الآن الرسائل إلى الآن ترد عليه ردا علميا مقنعا ومفحما، وترفض دعوته البدوية على أساس أنه ليس المناخ التونسي صالحا لها. هذه الرسالة الوهابية وصلت إلينا الآن بعد قرنين ونيف كما يقال، وصلت إلينا محمولة في ذلك الحصان، في حصان تروادة. وتعرف أن حصان تروادة قد يحمل في جوفه ما يحمل اختار من الرموز. التشدد السلفي الآن وتعبيراته في الشارع التونسي موجودة. تلك التعبيرات وإن ادعت أنها ليست وهابية، هي بنت شرعية للتشدد الوهابي وللوهابية. نعطيك حاجة أخرى، ما أعرفش أنت تحب تسمي ولا كي نقول لك أنا طيارات نسمي نسأل فيك طبعا. لا كي نقول لك ما تحبش تسمي إذا عندك خوف معين. لا طبعا لا طبعا، هذا الكلام أكتبه وأقوله في كل مكان وأحدث به الناس وفي الطريق أيضا، ليس الآن يعني. لا، لأن أحب نكون الحديث بتاعي يرتقي إلى يكون حديث فكري يعني تحليلي وليس يعني ذكر تفاصيل. بالأمثلة ولا أي بالأمثلة أيضا. يعني كي نقول لك إنه الآن تقريبا ما يربو على 100 جمعية دعوية خيرية في الظاهر. لا أكثر برشا. لا مش حق الجمعيات كلها. هذا جمعيات ثبت ارتباطهم ثبت لا هذوما ثبت ارتباطهم ودعمهم وتمويلهم من السعودية أساسا. لا أقول لك من السلطة السعودية، لأنه في السعودية يعني الدعم لا يكون من الإدارة يعني من الحكومة. هذه دعم من السعودية مباشر إلى جمعيات باش يفتحوا مدارس قرآنية، مدارس أو رياض أطفال إسلامية أو قرآنية. يعلموا فيها الطفل عمره 5 سنين يلبس قميص، والبنت تلبس حجاب عمرها 5 سنين أو 4 سنوات، يفصلوا بيناتهم، يعلموا المسرح والغناء والأناشيد، يعلموهم كان أناشيد أخرى غريبة، يدفعوا لهم أموال، استثمارات رهيبة. الآن يزوروا دور الثقافة، ويجيبوا دور الثقافة ويجيبوا الكتب نتاعهم معاهم ويلموا الناس وكذا. دور الثقافة، المساجد دخلوا لها، رياض الأطفال والمدارس الآن دخلوا الجامعات. تتذكر أنت الزيارة الأخيرة اللي مشوا فيها القيروان ومشوا فيها الصفاقس؟ دخلوا الجامعات. يعني شكون المازال الآن مغفل يتصور أنه الأمر هذا كله حراك طبيعي؟ هذا كله إسلام البترول. وهذا الإسلام الذي يريد أن يكون معولما، لا يريد للديمقراطية أن تنتشر في المنطقة العربية، ولذلك فهو عنوان الثورة المضادة، فهو يدعم هذه الجمعيات وتلك التيارات المتشدة وبعض الحركات أيضا في السلطة يدعمها بطريقة من الطرق، وإن كان في الظاهر بينهما خلاف.